ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. شايفين المنظر ده؟ ولا يهمكم اي حاجة. واعذروني بقى على شكل ايدي كمان، لاني هنا كنت بدأت افرز القلقاس. انا هفرز القلقاس مش بس كده، انا هطبخهولك كمان عشان تشوفي طريقة التفريز صح وحلوة ولا لا. زي ما انتوا شايفين قطعت القلقاس وكيسته. ادي اول واحدة معايا قشرتها وقطعتها مكعبات، وفضيت الهواء من الكيس خالص وشلت المكعبات من المنظر ده. وهنكمل بقى بقية القلقاس اللي معايا. هو طبعا عايز ايد جامدة شويتين وانتي بتقطعيه. اديني اهو كنت جايبة 3 وحدات، عملوا لي ال3 اكياس دول كانوا عاملين حوالي 3 كيلو ونص. عملوا لي 3 اكياس يعني 3 اكلات، او حسب بقى انتي عدد الافراد الاسرة ايه، ممكن يكفي معاكي اكتر من كده لو انتوا نفرين مثلا او 3، او لو عندك اطفال صغيرين فده هيكفي معاكي اكتر من 3 اكلات. تمام اهو. ما عملتش فيه اي حاجة، انا كل اللي عملته فوطة جنبي. اول ما بقشرها بروح وهي لسه مكورة كده مسحاها مسحة خفيفة من اي تراوة من اي طينة بتاع، وخلاص على كده. اوعي ارجوكي ارجوكي اوعي تغسليه عشان المادة الجيلاتينية اللي فيه ما تطلعش. شيلته في الفريزر لتاني يوم، والنهاردة اهو يوم جديد. جبنا المصفى حطيناه كده بعد ما فككناه اهو، وبرضو ما غسلتوش، ما حطيتش عليه نقطة مية لحد دلوقتي. كل اللي عملته ان انا رشيت عليه ملح ولخبطته مع بعضه كده بالملح عشان المادة الجيلاتينية اللي فيه ديت تطلع خالص منه، تفصل وتنزل في تحت المصفى في الطبق اللي من تحت ده، لحد لما الشوربة عندي والفرخة او شوفي بقى انتي لو عاملة فراخ، هو طبعا القلقاس بشوربة الفراخ او بط تبقى حلوة قوي. ادي الشوربة عندي كانت سخنة، نزلته. بصي ما نزلتوش بقى بالملح، انا اخدته شطفته بقى من الملح خالص لما طلع المادة بتاعته دي، شطفته بالمية، مية فترة كده هوت او باردة. نزلت كل الكلام دوت، والقلقاس بقى عندي بيشف ويرف زي ما بيقولوا. بصوا منظره وجماله وجمال الشوربة بيضة ازاي وحلوة. وتعالوا بقى اوريكم كمان السلق. انا كنت عاملة السلق من بالليل، ويا ريت دايما تعمليه من بالليل في خصوصا في رمضان، علشان بياخد وقت كتير قوي على النار عقبال ما بيتحمص. لو انت عايزة تعمليه بطريقة جدتي طريقة مامتك، دي الطريقة اللي ايه اللي بتخليه اسود كده، او الخضار بتاعه غامق قوي كده زي زمان، زي ما امي وجدتي كانوا بيعملوه. انا فكيته بقى كده، حمصته فكيته، ما حطيتش عليه شوربه ولا حاجه، هو منه فيه بسمنته بحاجته. هنزل بيه في المصفى. في ناس بتحط المعجون دوت نفسه بتاع السلق زي ما هو كده في الشوربه، بس صدقيني بيبقى مش حلو يعني مش حلو خصوصا لمرضى القولون. انتي بس حطيه في المصفى زي ما انا بعمل كده اهوت. انا شطفت القلقاس زي ما قلتلك بميه بقى من الملح ده خالص، ونزلته على طول في الشوربه وهي سخنه. تمام. ومعاه عصره ليمونه كبيره حلوه كده، وتسيبيه اول ما يغلي تبتدي بقى تعملي له السلق بتاعه كده في قلب المصفى. بصوا هو كده انت بياخد اللون وبس. ايه رأيكم بعد ما غلي فترة طويلة في الشوربة بتاعته بالسلق؟ ايه رأيكم؟ ايه الجمال دوت؟ واحنا هنا كده يبقى وصلنا لاخر الفيديو واخر اكلتنا. وادي التقديمة الحلوة، القلقاس بتاعنا اهوت بتاع ماما وبتاع تيتا، الرز الابيض المخلل الفراخ، كان عندي شوية سمبوسة. رمضان كريم علينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين واحلى سلام.